بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، أحييكم من استاد جابر الدولي بأفضل تحية. أنا طارق الملا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا معاكم لقاء في خليجي 23 في ثاني لقاءات الجولة الثانية ما بين منتخب الكويت الوطني ومنتخب سلطنة عمان الوطني، والاستعداد الحاضر في استاد جابر الدولي وحضور جماهيري غفير جدا أتى اليوم لمشاهدة منتخب الكويت الوطني في ثاني استحقاق له في هذه الجولة والجولة الثانية. إذن التمنيات هي حاضرة في أرضية الملعب وأيضا عبر شاشات تلفزيون كويت سبورت في تلفزيون دولة الكويت، والتحية لكل من يتابعنا بكل مكان، مشاهدينا متابعينا، وحضور جماهيري كبير اليوم يفوق 65,000 متفرج في استاد جابر الدولي. حضور مكثف لمحبين ومتابعين الأزرق الكويتي في ثاني لقاءاته في خليجي 23 اللي أتى أيضا في هذه المرحلة المهمة الاستحقاق والفوز القادم بإذن الله، وكل التمنيات ودعوات أيضا الجماهير للفوز في هذا اللقاء اللي يعتبر أيضا هو لقاء الأمل في المنافسات القادمة في خليجي 23. وراح نتكلم عن الكثير من الأمور اللي يجمع الفريقين في المنافسات إن شاء الله تباعا مع مرور الوقت بإذن الله. وهذه لقطة إذا جميلة الحقيقة تأتي للجماهير الكويتية المخلصة ولقاء الأحبة الأشقاء. أيضا نشاهد المدربين للفريقين بوريس بونياك اللي يقود المرحلة مع منتخب الكويت الوطني، بالمقابل بيتر فيبريك هو من يقود منتخب عمان في لقاء جميل نتوقع اليوم، لأن المنتخب العماني يطمح بتحقيق لقب جديد في بعد خليجي 19 في سلطنة عمان. آنذاك كانت فرحة عمانية كبيرة في أول لقب يحقق المنتخب العماني. بالمقابل منتخب الكويت الوطني في آخر ظهور له في لقب خليجي 20 هو صاحب اللقب في جمهورية اليمن، ويطمح اليوم منتخب الكويت ومع جماهير الحاضرة الأرض والجمهور يأتي في هذه المرحلة لاستحقاق قادم بإذن الله، ودعوات الطيبين الخيرين في داخل الكويت وخارج الكويت لمنتخب الكويت وعشاق الأزرق بأن يأتي فوز اليوم أمام شقيقه العماني مع دخول الفريقين لأرضية الملعب. وتحية الجماهير الحاضرة سواء كانت كويتية أو كانت عمانية أيضا هي حاضرة وتؤازر وتشجع منتخب عمان، وحق مشروع للجماهير بأن تشجع أيضا في جميع المباريات الحاضرة للمنتخبات الخليجية. إذن الاستعداد لبداية المباراة. النشيد الوطني لسلطنة عمان.
إذا عزف النشيد الوطني لسلطنة عمان، والآن مع النشيد الوطني لدولة الكويت. إذا وطن الكويت سلمت للمجد بإذن الله، ومع حضور هذه الجماهير اللي تتمنى اليوم فوز منتخب الكويت في الجولة الثانية أمام شقيقه العماني، ولقاء باسم الطموح والأمل بعد تعادل منتخب السعودي والمنتخب الإماراتي قبل هذه المباراة تعطي أفضلية إذن للفريقين منتخب الكويت ومنتخب عمان بأن تكون في محصلة فيها إيجابية الحقيقة مع لاعبين الفريقين. وشايف اللقطة الجميلة الطاقم الإداري والفني واللاعبين منتخب عمان، وتحية للفريق المنافس في دكة احتياط منتخب الكويت. إذن مع هذه الأجواء الجميلة في استاد جابر الدولي، والتحية موصولة لكل من انضم إلينا ليتابعنا عبر هذا اللقاء الجميل ما بين منتخب الكويت ومنتخب عمان في الجولة الثانية للمجموعة الأولى اللي تأتي في مرحلة مهمة لاستحقاق قادم ولعبور محطة منافسة المجموعات. طبعا منتخب الكويت في أولى لقاءاته خسر من المنتخب السعودي، وهذه هي تشكيلة منتخب الكويت الوطني في حراسة المرمى حميد القلاف، وأيضا الأسماء تباعا بدر المطوع، سامي الصانع، فهد الهاجري، فهد العنزي، عبد الله البريتشي، ضاري سعيد، فيصل زايد، رضا هاني، حسين حاكم، علي مقصيد. يدير اللقاء الحكم القطري سعود العذبة، ومساعد أول جمعة البرشيد، أما المساعد الثاني يوسف الشمري أيضا من قطر، بينما الحكم الرابع هيثم عباس الوليدي من اليمن. هذا من جانب منتخب الكويت والحكام. أما من جانب منتخب عمان واضحة صورة بالأسماء، لكن حراسة المرمى فايز الرشيدي، أحمد المحيرجري هو كابتن الفريق، محمد المسلمي، رائد إبراهيم صالح، خالد الهاجري، محسن الخالدي، سعد المخيني، فهمي بن سعيد، جميل بن سليم اليحمدي، علي البوسعيدي، حارب السعدي. إذن هذه التشكيلة الأساسية أيضا بالجهة الأخرى لمنتخب عمان باللون الأحمر، ومنتخب الكويت الأزرق كما هو المحبوب هذا اللون له. وضربة البداية راح تكون مع منتخب الكويت وبدر المطوع نجم الكويت اللي يعتبر من أبرز النجوم، وهو أيضا صاحب 12 هدف في دورات الخليج ويطمح بالمزيد. ونتمنى ومع صافرة حكم المباراة سعود العذبة القطري تنطلق إذا مباراة منتخب الكويت في مواجهة أمام شقيقه منتخب عمان. كرة ملعوبة في نص الملعب، رضا هاني إلى علي مقصيد اللي يأتي اليوم بتشكيلة جديدة، بوريس بونياك، ومع أكثر من 3 لاعبين بتشكيلة جديدة وغياب أكثر من لاعب، إعطاء الفرصة ومن ثم التكتيك المناسب للمباراة. عبد الله البريتشي، كرة ملعوبة لسامي الصانع جهة اليمين ومع بدر المطوع، لكن التدخل من مدافع سلطنة عمان علي البوسعيدي في آخر لقاء جمع الفريقين في خليجي 22. فاز المنتخب العماني بنتيجة كبيرة. كرة ملعوبة عرضية منتخب الكويت، لكن
حاضر لها فايز الرشيدي حارس مرمى منتخب عمان. إذا آخر اللقاء جمع الفريقين في خليجي 22، استطاع أن يفوز منتخب عمان 5 أهداف مقابل لا شيء، وكانت النتيجة هي صادمة لمنتخب الكويت في هذه المباراة. كرة ملعوبة لصالح منتخب عمان، لكن في فاول لصالح منتخب الكويت، فاول لصالح منتخب الكويت على خالد الهاجري مهاجم منتخب عمان. راح نتكلم بالعديد من الارقام والاحصاءات اللي ممكن نستفيد منها الحقيقه بعد اي توقف في اللقاء، وراح نستذكر من العديد من الاشياء المهمه بالنسبه للقاء الفريقين. كره ملعوبه حسين حاكم، عبد الله البريتشي، رضا هاني في نص الملعب، كره معه الى فهد الهاجري، تلعب طويله جات اليسار ضاري سعيد، لكن طويله تطلع الكره لخارج الملعب. هذا ضاري سعيد اللي ياتي كلاعب بديل في هذه الجهه في هذه المباراه. يلعب الحقيقه ضاري سعيد بتميز جهه اليمين وجهه اليسار. كره ملعوبه لصالح منتخب عمان. هذا بوريس بونياك الواضح بالصوره عنده ايضا من الخبره في عمان، درب لأندية عمانية مرتين وقضى 3 سنوات في سلطنة عمان في دوري عمان. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت، بدر مطوع، نغلة فهد العنزي، بدر مطوع جهة يسار، راح ممكن يلعبها في الرياض فهد العنزي، لكن فاول او في موقف تسلل. راح نشوف الإعادة. هذا فهد العنزي ولادة لهذا النجم في خليجي 20 في اليمن، كانت في لمسة يد وكانت مؤثرة على حركة الكرة فعلا. سعود العذبة إذا كان حاضر وصاحي لهذه اللمسة. كرة ملعوبة لصالح عمان، علي البوسعيدي جهة اليسار، كرة اللعب في أرضية الملعب، وتحضير بدأ مع منتخب عمان. حاول لكن تطلع الكرة لخارج الملعب. ينجح بيتر فيبريك صاحب تاريخ الحقيقة، درب العديد من الأندية الهولندية وهو هولندي، ومنتخب اليابان ومنتخب استراليا والمغرب قبل أن يحط الرحال قبل 2 سنين مع منتخب سلطنة عمان. فيبريك إذن يطمح لجديد مع منتخب سلطنة عمان. كرة ملعوبة جهة اليمين لصالح المنتخب العماني، والمحاولة سعد المخيني، لكن مقطوع الكرة من ضاري سعيد تروح إلى علي مقصود، لكن ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب العماني أيضا جهة اليمين. الانطلاقة سليمة والمحاولة، لكن أيضا التغطية الحاضرة من ضاري سعيد لخارج الملعب. هذا ضاري سعيد نجم منتخب الكويت. رمية تماس، كرة ملعوبة لصالح منتخب عمان جهة اليسار. رائد صالح بيحاول يمر، رائد صالح، فرصة للفريقين للمنتخبين بعد تعادل منتخب الإمارات والسعودية في المباراة السابقة أن تكون هي محصلة اللقاء إيجابية بالنسبة لأي فريق، والطموح بحضور هذه الجماهير الكبيرة اليوم 65,000 متفرج. تخيل هذا المكان زحمة في مدرجات استاد جابر الدولي تطمح للفوز، ونتمنى أن يأتي الفوز أزرق كويتي. فاول لصالح منتخب الكويت، إعادة فيصل زايد وضغط أيضا. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت، فهد الهاجري، حسين حاكم، وتغيير لبعض لاعبين منتخب الكويت. بوريس بونياك يضع الآن كرة ملعوبة والمحاولة جت اليسار، لكن في إشارة وراية من الحكم المساعد الثاني يوسف الشمري. الكرة خارج الملعب، رمي تماس، فيصل زايد،
شوف الانطلاقه واللعبه كانت طويله جيده الحقيقه، لكن ممكن تكون الكره طلعت وهي بالهواء. كره ملعوبه لصالح منتخب عمان في نص الملعب، والمحاوله مستمره لكن مقطوعه، وفي فاول لصالح منتخب الكويت، فاول لصالح منتخب الكويت. ضاري سعيد، فاول لصالح منتخب الكويت لعدة. يعني رغم انه يعني حضور كبير لجماهير منتخب الكويت، لكن ايضا في حضور الجماهير عمانية حاضرة وتشجع وحاضرة الحقيقة في تجمع خليجي 23 الجميل اللي انتقلت فعالياته قبل يومين، وشفنا ايضا لقاءات المجموعة الثانية، لكن اليوم مع المجموعة الاولى التقى منتخب الامارات والمنتخب السعودي، والتعادل كان سلبي ما بين الفريقين. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني ومحاولة لكن تنشال من رضا هاني، يتابعها بدر مطوع، فيصل زايد الى ضاري سعيد ومعاه فهد العنزي، نقله في الامام الى فهد العنزي، جهه اليسار، انطلاقه سريعه فهد العنزي، وفي تدخل وفي فاول لصالح منتخب الكويت، فاول لصالح منتخب الكويت. شوف الاعاده، شوف فهد العنزي، لكن ايضا التغطيه من سعد المخيني. شوف الاعاده، لان فهد العنزي ممكن يستغل السرعه، ولكن الظهير الايسر لمنتخب عمان، وكره ملعوبه لصالح منتخب الكويت، لكن سال لي فايز الرشيدي حارس مرمى منتخب عمان. بدر مطوع اليوم يلعب في مركز المهاجم الصريح بتغيير انسيابي الحقيقه، دائما معروف عنه بوريس بونيا. كره ملعوبه لصالح منتخب عمان، سعد المخيني نغلب العوم والمحاوله متابعه، لكن رجوع فهد العنزي ايضا بغطيه حلوه التغطيه والمسانده. فهد الاجري ملعوبه في الامام، وواضح الامور فيها ترتيب جيد. فيصل زايد، كره مع منتخب الكويت لكن مقطوعه بتغطيه حاضره كانت. اذا الارتداد الهجومي محتاج اكثر مسانده وسرعه. كره لصالح منتخب عمان في نص الملعب، شايف في توازن، شايف ايضا لعب مفتوح ما بين الفريقين، في التزام تكتيكي لمنتخب الكويت. الى الان الامور جيده، لكن الطموح بعدم الاستعجال بالتحرك في ارضيه الملعب، بناء الهجمه بشكل مضمون يعطي افضليه للاعبين بارضيه الملعب. فيصل زايد الان، كره مع فيصل زايد ملعوبه، لكن ايضا تنشال تروح الى حارس مرمى منتخب الكويت حميد القلاف. حسين حاكم، اخر فوز لمنتخب الكويت على عمان كان في خليجي 14، يعني كان يعني منذ دورات عديده، واخر فوز لمنتخب عمان في خليجي 22 الاخير. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني، سعد المخيني، ترجع مرة ثانية لصالح سعد المخيني. منتخب عمان رائد صالح، ملعوبة في العمق والمحاولة خطرة، لكن حميد القلاف يشيلها من امام خالد الاجري. حميد القلاف كرة خطرة الحقيقة لصالح منتخب عمان. شوف لعده، شوف اللمسة حلوة، وشوف الانطلاقة ايضا من خالد الهاجري، كان يعني ماخذ مكانه بشكل سليم. خالد الهاجري مهاجم منتخب عمان، لكن حميد القلاف كان بيغطي بشكل ناجح، يعطي افضليه بتواجده في خط دفاع منتخب الكويت. علي مقصيد، بدر مطوع، انطلاقه الان لمنتخب الكويت، كره ملعوبه عبد الله البريتشي، انطلاقه ومع فيصل زايد والمحاوله، لكن الكره في رايه واشاره من المساعد الاول بخروج الكره خارج الملعب. كره ملعوبه على طول لصالح رائد صالح منتخب عمان.
في خلال يعني مواجهات الفريقين من بعد خليجي 14 آخر فوز كان يعني بنتيجة كبيرة. أيضا كانت النتيجة 5-0 في خليجي 14 لمنتخب الكويت، و5-0 لمنتخب عمان في خليجي 22. كرة ملعوبة، خالد الهاجري لصالح عمان، لكن ترجع وفي صافرة وفي خطأ لصافرة وفي خطأ. بتاريخ الفريقين في كل المناسبات التقى الفريقين 29 مرة في كل المناسبات، سواء كان في أي مسابقة يعني بشكل عام. 29 مرة فاز منتخب الكويت، 12 مرة والتعادل 10 مرات. فاز المنتخب العماني 7 مرات. منتخب الكويت لديه 46 هدف، 46 هدف في مرمى المنتخب العماني، أما المنتخب العماني عنده 23 هدف. كرة كانت لصالح منتخب الكويت، فيصل زايد، لكن بعيدة عن الجميع، تروح سهلة لفايز الرشيدي حارس مرمى منتخب عمان. هداف الكويت في دورات الخليج هو النجم الكبير جاسم يعقوب، 18 هدف في دورات الخليج في 3 دورات فقط. كرة ملعوبة لصالح منتخب عمان، سعد المخيني بيلعبها، خالد الهاجري، لكن التغطية حاضرة، تنشال دفاع منتخب الكويت، ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب العماني، وتغطية حاضرة من ضاري سعيد، تغطية حاضرة من ضاري سعيد الواضح بالصورة. حاول فيها المنتخب العماني جهة اليمين بيشغل المنطقة، ومحاولاته حاضرة وواضحة الحقيقة. هذا سعد المخيني، كرة ملعوبة، عرضية طويلة، خالد الهاجري بيتابعها لصالح منتخب عمان، بيحاول خالد الهاجري مع سامي الصانع، قاطعها تروح لصالح منتخب الكويت. البداية الجديدة، لكن بيقطعها خالد الهاجري لصالح المنتخب العماني، بيحاول ترجع لصالح سامي الصانع، سامي الصانع مقطوعة صالح المنتخب العماني. علي البورسعيدي ترجع للخلف إلى حارب السعدي، بيرجعها إلى فايز الرشيدي حارس مرمى المنتخب العماني. طبعا يضيف الحقيقة عن المنتخب العماني الحارس الكبير علي الحبسي، حارس نادي الهلال السعودي المحترف الدوري السعودي، لكن لا يقل الحقيقة أيضا فايز الرشيدي في حضوره في حراسة مرمى المنتخب عمان. كرة ملعوبة، أحمد المهاجري، والمتابعة خالد الهاجري في نص الملعب، ميل اليحمدي إلى سعد المخيني جهة اليمين. بادي استحواذ أكثر الآن في الخمس دقائق أو أكثر لصالح المنتخب العماني. البداية كانت 3 دقائق تقريبا، أو ال5 دقائق الأولى كانت لصالح منتخب الكويت، لكن بادي يركز المنتخب العماني في أرضية الملعب. الاستحواذ مطلوب وعدم الاستعجال. والكرة لخارج الملعب، هذا محسن الخالدي لاعب المنتخب العماني اللي حجز ايضا بطاقته لكأس آسيا 2017 اذا، ومن ثم اللعب في كأس آسيا في ابو ظبي 2018. كرة ملعوبة لمنتخب الكويت، فهد الهاجري، حسين حاكم، علي البورسعيدي لصالح المنتخب العماني. استحواذ اكثر لمنتخب عمان، مرت ربع ساعة. احداث الشوط الاول، خليجي 23 الجولة الثانية في المجموعة الاولى،
يجمع الفريقين. كرة ملعوبة سامي صانع، عرضية محاولة، فيصل زايد بعد خطرة لكن بعيدة كانت ممكن تكون خطرة. المنطقة اللي تواجد فيها فيصل زايد هي منطقة خطرة الحقيقة، لكن التسديد الكرة راحت بعيدة عن مرمى منتخب عمان. إذا ركلة مرمى لصالح منتخب عمان. كرة ملعوبة طويلة من فايز الرشيدي، والمتابعة أيضا بدر المطوع. تنقطع الكرة لصالح المنتخب العماني. نص الملعب تلعب طويلة، جهة اليمين في أكثر استحواذ المنتخب العماني. فهمي بن سعيد بيلعبها في الأمام، لكن ترجع مرة ثانية في نص الملعب. رضا هاني بيحاول لكن تنقطع. تروح الكرة في نص الملعب أيضا. علي البوسعيدي، محسن الخالدي، كرة محاولة في العمق الآن. خالد الهاجري والمحاولة بيحط لك كرة، لكن التغطية من فهد الهاجري. هذا خالد الهاجري والمدافع هو فهد الهاجري، يبعد خطوطنا. ببريك فريق رائع الحقيقة لمنتخب عمان، أداء عالي بتركيز عالي في الربع ساعة من 17 دقيقة مرت. إذن تقريبا نقول استحواذ جيد من المنتخب العماني. كرة ملعوبة بيشيلها دفاع منتخب الكويت. ترجع مرة ثانية بيحاول يشوت من بعيد محسن الخالدي، لكن كرة لخارج الملعب. كرة لخارج الملعب. هذا بدر المطوع كابتن الفريق والنجم الكبير في منتخب الكويت، والطموح مسنودة لهذا النجم بأن يقود الزملاء لفوز في هذه المباراة أمام شقيق العماني في خليجي 23. كرة ملعوبة، حسين حاكم بيلعبها طويلة إلى جهة اليسار. فهد العنزي، البداية جيدة، نظام حاضر بشكل متكامل لهجمة منتخب الكويت. وفي فاول على جميل اليحمدي لاعب المنتخب العماني. شوف الإعادة، شوف فهد العنزي والتأثير الحقيقة باحتكاك جميل اليحمدي مع فهد العنزي. إذا فاول لصالح منتخب الكويت بمكان مثالي فنية ممكن يؤديها بدر المطوع لزملائه. وفي المباراة السابقة فهد الهاجري كان هو الأكثر حظا في الكرات الرأسية. بدر المطوع هل راح نشوف فيها خطورة؟ فاول لصالح منتخب الكويت. مرت إذن الدقائق 19 من أحداث الشوط الأول. هل يأتي هدف بعد استحواذ منتخب عمان؟ هل يأتي هدف من هذه الكرة الثابتة؟ بدر المطوع فاول، كرة ملعوبة لكن تنشال، يتابعها عبد الله البريتي، والكرة لخارج الملعب. كرة لخارج الملعب يشيلها أحمد بن مبارك. كرة لصالح منتخب الكويت. سامي الصانع على التنفيذ، رمية التماس وملاحظات من الحكم سعود العذبة القطري. كرة ملعوبة، عبد الله البريتي، علي مقصيد، حلوة اللمسة، الانطلاقة. سامي الصانع بيحاول، لكن أيضا في تغطية من محمد المسلمي مدافع عمان. رمية تماس لصالح منتخب الكويت. فيصل زايد، سامي الصانع يلعبها طويلة داخل منطقة جزاء بيصيلها محسن خالدي، يتابعها أيضا ضاري سعيد منتخب الكويت. علي مقصيد، ضاري سعيد إلى فهد العنزي جهة اليسار، ما زال بشكل خطورة. فهد العنزي يلعب عرضية، لكن أيضا إرشال من محسن الخالدي دفاع المنتخب العماني. مرت 20 دقيقة أحداث الشوط الأول. كرة ملعوبة بالأمام إلى خالد الهاجري لصالح المنتخب العماني، يحاول يمر
تدخل اكثر من لاعب، اعطاه فرصه للهجمه العمانيه، لكن التدخل من فهد الهاجري مدافع منتخب الكويت من امام محسن الخالدي. منظر جميل، منظر جميل للجماهير في استاد جابر الدولي. هيك ايضا دافع كبير الحقيقه لمتابعه اللقاء والفوز باذن الله. كره ملعوبه، تطلع الكره لخارج الملعب، ركله مرمى. هذا سعد المخيني، الجهه اللي يشغلها الحقيقه بشكل متوازن مع الظهير الايسر ضاري سعيد، لانه هو عنده واجبات بيقوم فيها. هذا جمهور منتخب عمان وحضور خليجي جميل شاهدناه في المباريات في الجولة الأولى، وهذه هي الجولة الثانية للمجموعة الأولى اللي تضم منتخب الكويت ومنتخب عمان ومنتخب السعودية والمنتخب الإماراتي. هي مجموعة صعبة الحقيقة. فيصل زايد في نص الملعب لصالح منتخب الكويت، انطلاقه جاءت اليسار، ضاري سعيد، بدر المطوع، وتحضير الان. شايف تحرك لاعبين منتخب الكويت في ارضيه الملعب. نقله في الامام الى فيصل زايد في العمق، علي مقصيد، علي مقصيد، كره الى الخلف، حسين حاكم، فهد الهاجري، منتخب الكويت، نقله الى جهه اليسار، ضاري سعيد. هداف المنتخب العماني في دورات الخليج هو النجم السابق عماد الحوسني، 8 أهداف، وكان الحقيقة من النجوم البارزين وحصل على عدة عقود احترافية. هذا النجم الجميل عماد الحوسني النجم السابق لمنتخب عمان. إذا الكرة لصالح المنتخب العماني. هذا فيصل زايد، واحد أيضا من النجوم القادمين في كرة القدم الكويتية. رمية تماس أو فاول، فاول لصالح المنتخب العماني. ملعوبة طويلة إلى خالد الهاجري والمحاولة، لكن بيغطي، تابعها أيضا محسن الخالدي. كرة لصالح المنتخب العماني في العمق، لكن رضا هاني حلوة بيشيلها من أمام فهمي بن سعيد، ترجع لصالح المنتخب العماني. محمد المسلمي، تلعب طويلة من فايز الرشيدي حارس المرمى بالنص، علي مقصيد براسه، لكن سهلة أيضا. محمد المسلمي، نقلة في الأمام، تحرك للمنتخب العماني. سعد المخيني بيلعبها عرضية محاولة، لكن بيشيلها أيضا حسين حاكم. كرة لصالح المنتخب العماني، ملعوبة ومحاولة، لكن التغطية، تطلع الكرة لخارج الملعب. كورنر لصالح المنتخب العماني. كرة اللعب، سعد المخيني، عرضية ومحاولة، لكن سهلة بيد حارس المرمى حميد القلاف. يلعبها طويلة على طول إلى بدر المطوع، المهاجم اليوم الصريح. كرة ملعوبة بالراس، يتابعها، لكن التدخل من دفاع المنتخب العماني. أيضا التغطية، رمية تماس سامي الصانع. مرت إذا 25 دقيقة. بدر المطوع الآن جهة اليمين، محاولة كرة عرضية، لكن تطلع الكرة لخارج الملعب. ركلة مرمى بوريس بونياك. إذا بتغيير تكتيكي، وأيضا لعدد من لاعبين منتخب الكويت يطمح لتغيير الصورة الحقيقة عن المباراة السابقة، بأن يحقق أيضا المستوى والفوز أمام شقيقه العماني بتحدي أيضا جديد في ثاني تحديات منتخب الكويت في الجولة الثانية. كرة ملعوبة خالد الهاجري لصالح منتخب العماني، لكن أيضا التدخل والكرة من ضاري سعيد لخارج الملعب. رمية تماس،
سعد المخيني على التنفيذ، كرة اللعب، محاولة المرور، رغب العماني، رائد صالح، خالد الأجري، نغلة إلى جهة اليسرى، محاولة علي البوسعيدي لكن تطلع الكرة لخارج الملعب برمية تماس. ما زال منتخب الكويت يبحث عن الأداء في أرضية الملعب، لكن ضاغط الحقيقة في أكثر فترات المنتخب العماني. كرة ملعوبة، محسن خالدي في العمق والمحاولة لكن تنشال من سامي الصانع لخارج الملعب. رمية تماس، رمية تماس لصالح المنتخب العماني. علي البوسعيدي، كرة ملعوبة، متابعة إلى الخلف فهمي بن سعيد، كرة اللعب سعد المخيني، جهة اليمين، متابعة لتحركات المنتخب العماني للبحث عن هدف أيضا، لكن إلى حد الآن الأمور متوازنة بالنسبة للشق الدفاعي لمنتخب الكويت. كرة ملعوبة والمحاولة، رائد صالح بشوت لكن لخارج الملعب، لخارج الملعب، ركلة مرمى. محاولة كانت للتسديد من بعيد الحقيقة، لكن الكرة لخارج الملعب. ما زالت النتيجة 0-0 ما بين المنتخب العماني والمنتخب الكويتي، ولقاء الأشقاء اللي يجمع الفريقين في منافسة خليجية، خليجي 23 وجمهور حاضر لمتابعة اللقاء، أكثر من 65 ألف متفرج إذا يتابع اللقاء. كرة مقطوعة لصالح المنتخب العماني، محسن الخالدي، نقلة إلى خالد الأجري لكن روح الكرة لحارس المرمى ميد القلاف. واضح سيطرة للاستحواذ ما زال مستمر فيها الحقيقة المنتخب العماني، لكن متى ما يعني تحرك بانتظام منتخب الكويت في أرضية الملعب ممكن يشكل خطورة في ملعب المنتخب العماني، لكن إلى حد الآن الأمور جيدة بالتزام عالي الحقيقة من الفريقين. كرة ملعوبة، علي البوسعيدي في الأمام، مقطوعة سامي الصانع، ترجع مرة ثانية المنتخب العماني في الأمام إلى خالد الأجري اللي راجع أيضا ويساند في منطقة الوسط. بدر المطوع أيضا يساند، كرة مع بدر المطوع، ملعوبة في الأمام إلى فيصل زايد لكن وراية من المساعد الأول، وجود حالة تسلل على فيصل زايد. إذا مرت 29 دقيقة والحضور ما زال يترقب هدف أزرق في خليجي 23، في خليجي 23. إذا الطموح حاضرة بتنظيم جميل الحقيقة شاهدناه وتابعناه من اللجنة المنظمة لأحداث خليجي 23. كرة ملعوبة طويلة لصالح المنتخب العماني، تنحط بالراس وفي متابعة أيضا، والمحاولة داخل منطقة الجزاء فترة ممكن تكون، لكن جميل يحمدي حاول فيها، والتغطية أيضا من فهد الأجري لخارج الملعب. كورنر، كورنر، كورنر لصالح المنتخب العماني في النص ساعة اللي مرت الآن. من يعطينا هدف؟ كرة ملعوبة، رغب العماني، تنشال من ضاري سعيد أيضا في متابعة لصالح المنتخب العماني. سعد المخيني، كرة اللعب عرضية طويلة لكن فهد العنزي منتخب الكويت بيشيلها، تروح إلى فيصل زايد يلعبها طويلة في الأمام إلى بدر مطوع ينطلق فيها، لكن أيضا التغطية تغطية دفاعية حاضرة للمنتخب العماني، تغطية حاضرة من فهمي بن سعيد. كرة اللعب بدر مطوع بيحاول يمر من الأول، حتى كرة لكن سهلة بيد حارس المرمى فايز الرشيدي. حلوة حلوة المحاولة من بدر مطوع، كان ممكن يصيد فيها خطورة على مرمى المنتخب العماني.
كرة ملعوبة، أحمد المحيجري إلى حمد المسلمي. أحمد المحيجري، كرة لصالح المنتخب العماني إلى الخلف. فهمي بن سعيد، وطموح عماني في هذا اللقاء أيضا كما هو الطموح للمنتخب الكويتي. عبد الله البريتشي، مقطوع الكرة ترجع لصالح المنتخب العماني. عبد الله البريتشي بيحاول، علي بوسعيدي، كرة مع تمرير، رجوع الكرة إلى الخلف. فهمي بن سعيد، محاولة ما زالت مستمرة للافتكاك الكرة من لاعبين المنتخب العماني، بيحاول فيها لاعبين المنتخب الكويت لكن يسيطر محسن الخالدي. كرة ملعوبة في الأمام لكن مرة ثانية ترجع. محسن الخالدي بيلعبها إلى سعد المخيني، جت اليمين، عرضية محاولة لكن بيشيلها فهد الهاجري، تابعها أيضا سامي صانع. كرة ما زالت ممكن فيها خطورة، بحطها الله، حتى الحقيقة قوية، حتى بالشمال محسن الخالدي. كرة كانت فيها خطورة، شوف العدة، شوف اللمسة، وشوف أيضا استقبل كرة لكن حطها بيسارة بعيدة عن مرمى منتخب الكويت. محسن الخالدي ممكن كانت تكون فيها فرصة هدف لصالح المنتخب العماني. للقطة للجماهير يعني شيء جميل جدا، حتى الممرات إذن شايف ما زال الجمهور يتوافد في هذا اللقاء لمتابعة منتخب الكويت في خليجي 23 في استاد جابر الدولي. والتحية موصولة لكل من يتابعنا عبر قناة كويت سبورت في تلفزيون دولة الكويت. متابعة طيبة بإذن الله، متابعة في لقاء الأشقاء في خليجي 23. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت، ضاري سعيد بيلعبها طويلة في الأمام إلى بدر مطوع لكن تطلع الكرة لخارج الملعب. وشوط أول إلى حد الآن 33 دقيقة مرت، أفضلية عمانية. علي البوسعيدي إلى جميل اليحمدي، كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني. علي بن سعيدي يلعبها إلى محسن خالدي، نغلة الآن أمام منطقة الجزاء منتخب الكويت لكن مقطوع الكرة. فيصل زايد وانتو معاه البريتشي. فيصل زايد بيحاول لكن تنشال وتطلع الكرة لخارج الملعب. هذا خالد الهاجري النجم العماني، رمية تماس لصالح منتخب الكويت. 34 دقيقة مرت وما في أي خطورة على مرمى الفريقين، فرص متواضعة فقط هي فرصة منتخب عمان من محسن الخالدي، لكن إلى الآن في توازن لكن الاستحواذ أكثر لصالح المنتخب العماني. محسن المسلمي، كرة لصالح المنتخب العماني، بيغير فيها إلى جهة اليمين نص الملعب. محسن الخالدي هدم الآن المنتخب العماني، لمسة إلى جهة اليمين لكن أيضا تطول وتطلع الكرة لخارج الملعب. اللقطة الجميلة حاضرة الحقيقة، يعني جماهير تعطي منظر جميل في المدرجات وفرحة أكيد في هذه الأجواء الجميلة، وطموح إن شاء الله يأتي بفوز منتخب الكويت في هذا اللقاء. 35 دقيقة مرت. فهد العنزي الآن كرة لصالح منتخب الكويت. فهد العنزي جهة اليمين، فهد العنزي إلى سامي صانع، حلوة بمرمى بين الاثنين، عرضية محاولة الله حلوة. فيصل زايد كان حاضر لكن حارس مرمى المنتخب العماني فايز الرشيدي
يمنع فرصة هدف، يمنع فرصة هدف فايز الرشيدي. كان فيصل زايد في المكان المناسب، فقط أن تمر من حارس المرمى، لكن فايز الرشيدي منع الفرصة، منع الفرصة. فاول لصالح المنتخب العماني، فاول لصالح المنتخب العماني. حلوة الفرصة كانت لصالح منتخب الكويت. شوف إعادة أيضا للخطأ على رضا هاني لصالح المنتخب العماني. حاول فيها رائد صالح، حاول فيها رائد صالح. إذن ما زالت الأمور بتعادل السلبي ما بين الفريقين، منتخب الكويت ومنتخب عمان، وجماهير عمانية أيضا هي أيضا حاضرة. لصالح المنتخب العماني فاول، فاول بمكان جيد، فاول بمكان جيد لصالح المنتخب العماني. محسن الخالدي على التنفيذ، محسن الخالدي. فاول لصالح المنتخب العماني، حطها بيساره، سهله بيد حارس المرمى حميد القلاف، بيلعبها طويله ناحيه بدر المطوع، مقطوع الكره لصالح المنتخب العماني في ارضيه الملعب. اذا الكره فهمي بن سعيد نص الملعب، نقلات ترجع الكره الى الخلف، محمد المسلمي. المنتخب العماني عنده لقب واحد من دورات الخليج ويطمح للقب جديد. كرة اللعب، جميل يحمدي بيلعب كرة خطرة والمحاولة تنحط، لكن حميد القلاف. حلوة 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 حميد القلاف امام رائد صالح. فرصة كانت لصالح المنتخب العماني، بيشيلها حميد القلاف. كرة ملعوبة على طول، شوف العدد، شوف كرة ملعوبة تنشال، يتابعها ايضا فيصل زايد. هادي الازري بيحاول، لكن التدخل اعطاه فرصة لتكملة اللعبة. حلوة حلوة حميد القلاف، كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني. ايضا المحاولة مقطوعة الكرة الى البريتشي، الى علي مقصيد في نص الملعب. علي مقصيد وفي فاول لصالح منتخب الكويت. مرت الدقائق 38 والإعادة للخطأ الأخير في أكثر من لاعب بالتداخل مع علي مقصيد. شوف فرصة رائد صالح، شوف حطها الحقيقة، لكن أبعدها حميد القلاف. برافو حميد القلاف، التدخل كان سليم، المحاولة كانت جيدة الحقيقة لمنع الفرصة. حميد القلاف حارس مرمى منتخب الكويت. كرة لصالح منتخب الكويت، حسين حاكم بدل المطوع في نص الملعب، والمحاولة وفي فاول. أعطى فرصة في البداية حكم المباراة، لكن بعد فقدان الكرة أفضلية بوجود فاول. كرة ملعوبة، يأتي هدف في الدقائق الخمس الأخيرة. ضاري سعيد، عبد الله البريتشي. هل بتغييرات بوريس بونياك يفتح ايضا السر؟ كرة ملعوبة سريعة لصالح المنتخب العماني، جميل اليحمدي، كرة خطرة فارس سعيد بيشيلها، لكن المتابعة ايضا حضرة من سعد الخيري، والكرة لخارج الملعب. فارس سعيد اذا بالتدخل في الوقت المناسب. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني، رائد صالح، محاولة محسن الخالدي، واحد من المفاتيح المهمة الحقيقة في المنتخب العماني. كرة ملعوبة بيشيلها ضاري سعيد، يتابع بدر مطوع، لكن ايضا الكرة بتغطية لخارج الملعب من فهمي بن سعيد مدافع العماني. هذا فهمي بن سعيد. لقاء الفريقين اذا في خليجي 23 يجمع الفريقين، والحضور كبير من جماهير منتخب الكويت
ليلعب في أرضه وبين جمهوره، وهذا الحضور والاهتمام الكبير. وبدت الآن الصيحات من جمهور منتخب الكويت للمطالبة بهدف. فاول وانذار على علي مقصيد، واللي عدا الاحتكاك كان ما بين علي مقصيد ومحسن الخالدي. إذن انذار. كرة اللعب محسن المسلمي، هذا علي مقصيد. إذن انذار. كرة ملعوبة مقطوعة لصالح منتخب الكويت. ضاري سعيد بيلعبها طويلة في الأمام، لكن في تغطية من محمد المسلمي. فايز الرشيدي حارس المرمى بيلعبها طويلة في نص الملعب، مقطوع الكرة البريتشي. رضا هاني بيكملها في الأمام. فيصل زايد، لكن تدخل حصلها فيصل زايد. كرة لصالح منتخب الكويت إلى بدر المطوع، ممكن تكون فيها خطورة. بدر المطوع بيحطها. حلوة حلوة حلوة. بدر المطوع حطها، لكن أقرب لها فايز الرشيدي. هذا بدر المطوع حطها الحقيقة، حطها بإثارة، لكن فايز الرشيدي كان في المكان المناسب من تسديدة بدر المطوع. كرة ملعوبة في نص الملعب. محسن خالدي، محمد المسلمي لصالح المنتخب العماني، ما زال مسيطر على تحركاته المنتخب العماني. مقطوع الكرة لصالح بدر المطوع. منتخب الكويت علي مقصيد مع أكثر من لاعب. فيصل زايد جهة اليمين، فيصل زايد إلى بدر المطوع، بيكمل فيها جهة اليمين. بدر المطوع بيحاول يمر، يلعب كرة عرضية، لكن تغطية حضرة يتابعها محمد المسلمي لصالح المنتخب العماني. فهمي بن سعيد، كرة ملعوبة جهة اليمين لصالح المنتخب العماني. سعد المخيني إلى رائد صالح، لكن التغطية تطلع الكرة لخارج الملعب. المساعد الثاني حكم القطري يوسف الشمري. المساعد الثاني رمي التماس رائد صالح. سعد المخيني، رائد صالح مرة ثانية، وانتوا على طول. والمحاولة جهة اليمين، كرة عرضية، محاولة لكن سهلة لحارس المرمى حميد القلاف الواضح بالصورة. البريتشي بيلعبها كرة طويلة ناحية فهد العنزي، شال بالراس، متابعة بدر مطوع، والكرة لخارج الملعب. كرة لخارج الملعب. كورنر في الدقيقة الأخيرة. كورنر لصالح منتخب الكويت، اللي يستفيد منه منتخب الكويت في هذه اللحظات. كورنر لصالح منتخب الكويت، ومطالبة جماهيرية الآن بدأت تكون حاضرة، رغبة بهدف. كورنر لصالح منتخب الكويت، وتحذير شفوي للاعبين من حكم المباراة. بدر مطوع على التنفيذ. كورنر، كرة ملعوبة ومتابعة من البريتشي، بيحاول لكن بيشيلها المخيني، يتابعها فيصل زايد جهة اليسار. فيصل زايد منتخب الكويت بيرجع لخلف. ضاري سعيد بيحاول يحط كرة. الله حلوة ضاري سعيد هيأ نفسه الحقيقة، حط له كرة قوية. ضاري سعيد في الدقيقة إذن هي ال 45 اللي مرت. ضاري سعيد بيحط له كرة. شوف لعده شوف ضاري سعيد، شوف حلوة مرت الكرة على يسار حارس المرمى من ضاري سعيد. فرصة خطرة إذن، أقوى الفرص الخطرة اللي حاول فيها منتخب الكويت من تسديده. متابعة كانت من ضاري سعيد. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني في أرضية الملعب. محسن الخالدي، محاولة الآن
الى خالد الهاجري ايضا، لكن مقطوع الكره. فهد الهاجري كره ملعوبه جهه اليسار لصالح منتخب الكويت. فهد العنزي بيحاول، لكن الكره لخارج الملعب لصالح منتخب الكويت، لكن صافرت الحكم سعود العذبه. اذا تنهي احداث الشوط الاول بتعادل الفريقين ما بين منتخب الكويت والمنتخب العماني في خليجي 23-0 ما بين الفريقين. اذا مشاهدينا متابعينا كويت سبورت، استراحه ونذهب اذا بعد قليل الى الاستوديو التحليلي بعد الفاصل. خلكم معنا. إذا مشاهدينا متابعينا أحييكم مرة أخرى مع بداية أحداث الشوط الثاني في لقاء منتخب الكويت ومنتخب عمان، اللي انتهت أحداث الشوط الأول والنتيجة 0-0 ما بين الفريقين. شفنا محاولات بسيطة جدا ما بين الفريقين، ومع بداية أحداث الشوط الثاني من صافرة سعود العذبة الحكم القطري، وبداية إذن عمانية. كرة ملعوبة ضاري سعيد لصالح منتخب الكويت، ترجع مرة ثانية في الأمام لصالح المنتخب العماني. تغطية إذن من جهة اليمين، سامي الصانع بيلعبها طويلة في الأمام إلى فيصل زايد، لكن أيضا تنشال في نص الملعب. رضا هاني استقبلها، مقطوعة خالد الهاجري لصالح المنتخب العماني. احداث الشوط الثاني، والتحية موصولة لكل من يتابعنا عبر قناة كويت سبورت في تلفزيون دولة الكويت. تتابعون معنا في بطولة خليجي 23، لقاء يجمع منتخب الكويت ومنتخب عمان. كرة ملعوبة لكن في توقف في المباراة. إذن في هذه اللحظات يدخل أحد الجماهير أرضية الملعب، يدخل أحد الجماهير أرضية الملعب إذا يتوقف اللعب. إذن ما زلنا نتابع أحداث اللقاء اللي يجمع منتخب الكويت ومنتخب عمان. يستمر. إذن نعود مع أحداث اللقاء. يعني هي فرحة كبيرة جدا حقيقة، وحضور جماهيري كبير في استاد جابر الدولي. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني من جهة اليمين، نغلة كرة عرضية والمحاولة، لكن في راية في موقف تسلل من المهاجم خالد الهاجري مهاجم منتخب عمان. شوف العادة والوضعية اللي كان فيها مهاجم المنتخب العماني. العادة الكرة كانت ملعوبة في أول هجمات المنتخب العماني من جميل اليحمدي لوضع كرة لخالد الهاجري، لكن موقف التسلل كان هو عاذر أيضا من خالد الهاجري. كرة ملعوبة رضا هاني ضاري سعيد لصالح منتخب الكويت، وفي فاول على أحمد بن مبارك. فهد الهاجري إعادة للخطأ. إذا الكرة من جديد فهد الهاجري، علي مقصيد. التحضير الآن لصالح المنتخب الكويتي اللي يلعب في أرضه وبين جمهوره، وهو سلاح مهم جدا لأي منتخب أن تلعب ما بين الجماهير وفي الأرض
إفادة جدا إيجابية، لكن على منتخب الكويت ولاعبين منتخب الكويت استغلال هذه الإيجابية مع أحداث المباراة. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني، جهة اليسار والمحاولة للمرور، لكن التغطية حاضرة من سامي الصانع. تنشاب من البريشي طويلة، فيصل زايد، علي مقصيد، حلوة علي مقصيد بيحافظ على الكرة. بدر مطوع، كرة مع بدر مطوع لكن مقطوع الكرة. جهة اليسار بيحاول فيها أيضا في متابعة، راسها بيشوت لكن بعيدة، تطلع الكرة لخارج الملعب. لخارج الملعب، ركلة مرمى لصالح منتخب الكويت ملعوبة على طول فهد الهاجري. حسين حاكم، يعني إذا نتكلم عن 5 دقائق مرت، ما زال المنتخب العماني بيحافظ على الأسلوب ورتم المباراة بالاستحواذ لصالح المنتخب العماني. 5 دقائق، الكويت وعمان أشقاء في اجتماع لقاء يجمع الفريقين في خليجي 23. وتابعنا لقاء الإمارات والسعودية والنتيجة السلبية 0-0 ما بين الفريقين. كرة ملعوبة طويلة، رمية تماس، لكن أيضا كرة لخارج الملعب. إعادة لتنفيذ رمية التماس لصالح المنتخب العماني. سعد المخيني على التنفيذ، سعد المخيني، كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني. محسن الخالدي بيكمل بالراس، ايضا المتابعة حاضرة من جميل احمدي جهة اليسار. رائد صالح، رائد صالح المنتخب العماني تاخذ عليه، تقدم جهة اليسار. رائد صالح خطرة ممكن تكون، رائد صالح بيحاول لكن حسين حاكم بيقطعها، والكرة لخارج الملعب. كرة لخارج الملعب، احمد بن مبارك، ملعوبة لصالح المنتخب العماني في نص الملعب، الى الخلف من سعد المخيني، ترجع مرة ثانية الى الخالدي بيرجعها المسلمي جهة اليسار، ايضا في نص الملعب. لمسات الحقيقة من جميل يحمدي في الامام، ملعوبة لكن مقطوعة لصالح فهد الهاجري من امام محسن الخالدي. ضاري سعيد بيلعبها طويلة في الامام لكن مقطوعة. فهمي بن سعيد نص الملعب، احمد بن مبارك، كرة لصالح المنتخب العماني. صفر صفر الى الان. فهد العنزي بيقطع كرة الى رضا هاني، فيصل زايد بيحاول لكن تدخل واخطاء فنية الحقيقة. بيتر فابريك الهولندي، وتاريخ ايضا كبير في التدريب، 61 سنة، مدرب المنتخب العماني اللي يقود شباب عمان في هذه البطولة. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني، نقلات اذا وتحضير. حمد المسلمي، وطموح جماهيري كبير اليوم في استاد جابر بأن يأتي فوز في هذه البطولة، وأول فوز ممكن يكون. كرة ملعوبة في العمق الآن لكن في موقف تسلل على خالد الهاجري. حلوة اللعبة كانت، الفكرة لصالح المنتخب العماني خالد الهاجري، لكن الاستعجال وقع في اللاعب خالد الهاجري، موقف تسلل. كرة لصالح منتخب الكويت، حسين حاكم، فهد الهاجري، والبحث عن هدف، البحث عن هدف. رضا هاني
هل ينجح بوريس بونياك بتوليفة جديدة عن اللقاء الأول أمام المنتخب السعودي؟ كرة ملعوبة حلوة من بدر مطوع، يتابع فيصل زايد داخل منطقة الجزاء، بيمر بيحاول يلعب عرضية، يتابعه أيضا رضا هاني إلى ضاري بيحاول بيشوت، لكن التدخل والمتابعة أقرب لها فايز الرشيدي. هذا بوريس بونياك مدرب منتخب الكويت في هذه البطولة، والمعروف عنه بالشق الهجومي البحت في مبارياته مع نادي الجهرة في الدوري المحلي الكويتي. كرة ملعوبة رائد صالح لصالح المنتخب العماني، جميل الأحمدي جات اليمين إلى سعد المخيني، بيلعبها كرة عرضية ومحاولة لكن بعيدة عن خالد الهاجري، يتابعها سامي الصانع. أول محاولات منتخب الكويت إذن تأتي في اللعبة الأخيرة ما بين رضا هاني وضاري سعيد. يعني لو كان متقدم فيها ضاري سعيد في أفضلية الحقيقة بالانطلاق، كان ممكن تكون فيها استفادة أكثر في هذه المرحلة، لكن الوقت موجود. مرت 10 دقائق من أحداث الشوط الثاني، ولقاء ممكن نسميه لقاء الأمل والطموح لتحقيق أول فوز بالنسبة للمنتخبين. حاضر الحقيقة، لكن مع أحداث الشوط الأول شفنا فيه أفضلية الحقيقة في نقل الكرة لصالح المنتخب العماني رغم قلة الفرص، بينما أيضا الارتداد في الهجوم بشكل سريع ما أدى ذلك المنتخب الكويتي، فقط في هجمتين ممكن تكون فيها خطورة على مرمى المنتخب العماني. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني، نغلة في العمق إلى خالد الهاجري، لكن فهد الهاجري بيشيلها بيغطي، وفي صافرة وفي بنالتي ركلة جزاء لصالح المنتخب العماني. حكم اللقاء يعطي أفضلية بوجود ركلة جزاء في الدقيقة 11. ركلة جزاء لصالح المنتخب العماني. شوف لي عدوت. إذن احتكاك كان ما بين خالد الهاجري وفهد الهاجري، مهاجم المنتخب العماني خالد الهاجري ومدافع منتخب الكويت فهد الهاجري. يعطي حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب العماني في الدقيقة 11. انتي ركلة جزاء والتنفيذ لصالح المنتخب العماني، أحمد بن مبارك المحيجري هو من ينفذ ركلة الجزاء لصالح المنتخب العماني. أحمد بن مبارك المحيجري، ركلة جزاء لصالح المنتخب العماني. وحميد القلاف لاعب خبرة، حميد القلاف، ركلة جزاء، جول أول لصالح المنتخب العماني، هدف أول لصالح المنتخب العماني. إذن في الدقيقة 12 يحرز هدف المنتخب العماني عن طريق ركلة الجزاء. شوف العادة، ينجح إذن أحمد المحيجري كابتن وقائد الفريق المنتخب العماني بنجاح. أحمد المحيجري هدف أول لصالح المنتخب العماني، وفرحة لجماهير عمان الحاضرة في استاد جابر الدولي. واضح أيضا التأثير على المدرب أيضا الهولندي بيتر فيبريك، لأن الهدف في الشوط الثاني
بعد يعني تعادل طويل ومحاولات عديدة للوصول لمرمى منتخب الكويت، لكن أتى بركلة جزاء لصالح المنتخب العماني. إذن 1 المنتخب العماني لا شيء منتخب الكويت. فهد الأجري والتكتيك المطلوب الآن إذا أردت أن تحرز هدف في مرمى المنتخب العماني، الضغط بشكل كامل، كرة خطرة بالخطأ، لكن مرت بسلام على مرمى منتخب الكويت، وكان محتاج فيها اللاعب العماني تركيز أكثر لأن المرمى كان فاضي، المرمى كان شبه فاضي الحقيقة، كان ممكن يستفيد منه لاعب المنتخب العماني، لكن مرت الكرة لخارج الملعب. 1 منتخب عمان لا شيء منتخب الكويت. بدر مطوع الآن في النص، بيحاول يمر، بيحاول هي الكرة، لكن في فاول لصالح منتخب الكويت. لعادة التدخل أيضا من أحمد المحيجري مع بدر المطوع. أحمد بن مبارك المحيجري واحد من اللاعبين أصحاب خبرة كبيرة. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت. علي مقصيد بيحاول هي الكرة أيضا لفهد العنزي، وشايف ضغط بجميع لاعبين منتخب الكويت. علي مقصيد، فهد الأجري، لكن مقطوعة الكرة، يتابعها بدر مطوع، تطول، تروح الكرة لصالح المنتخب العماني. هجمة عكسية الآن ممكن تكون خالد الأجري، لكن يتابعها فهد الأجري أيضا، مقطوعة الكرة، سعد المخيني يتابع حسين حاكم، والكرة لخارج الملعب، يشيلها من أمام سعد المخيني لخارج الملعب. رمية تماس وجماهير ترغب بهدف الآن، هدف يعادل النتيجة، هدف يعادل النتيجة بعد تقدم منتخب العماني بهدف عن طريق اللاعب أحمد المحيجري. كرة ملعوبة، رمية تماس طويلة، لكن بيشيلها حسين حاكم، ومتابعة أحمد بن مبارك بيحاول، لكن التغطية واللمسة بيشيلها سامي الصانع. عبد الله البريشي جهة اليمين بيتابع كرة، نقلة إلى علي مقصيد اللي بيكملها، بيحاول، لكن وفي احتكاك وفي انذار وفي فاول وانذار على صاحب الهدف. شوف لعده، إذا التدخل كان من أحمد المحيجري، وفي انذار أيضا. هذه اللحظات فاول لصالح منتخب الكويت. كرة ملعوبة على طول، فهد الأجري إلى ضاري سعيد، جهة اليسار، مطلوب هدف التعادل، ملعوبة طويلة تنقطع. أحمد بن مبارك بيلعبها طويلة جهة اليمين، فهد الأجري بيغطي، لكن يكمل فيها لاعب المنتخب العماني. ترجع مرة سعد المخيني أيضا بيتابعها، تلعب الراس، خطرة الله! برافو حميد القراف، كرة حلوة الحقيقة بيحطها مهاجم المنتخب العماني، لكن حميد القراف أبعد هدف لصالح المنتخب العماني. كرة ملعوبة ما زالت خطرة لصالح المنتخب العماني، ضاغط رائد صالح جهة اليسار لصالح المنتخب العماني، بيحاول، لكن كرة تطول تروح لرضا هاني. حلوة حميد القلاف، يعني الكرة كانت رايحة بكرة رأسية الحقيقة من مهاجم المنتخب العماني خالد الهاجري، لكن حميد القلاف أبعد هذه الكرة اللي كان ممكن يكون فيها هدف ثاني لصالح المنتخب العماني. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت، بدر مطوع داخل منطقة الجزاء، لكن التغطية حضرة من محمد المسلمي، بيشيلها طويلة، يتابعها رضا هاني، بدر مطوع، تنقطع الكرة لصالح المنتخب العماني، جهة اليسار بيحاول يمر، لكن التدخل وفي فاول على رضا هاني. رائد صالح كان يحاول يمر، لكن بالإعادة هذا رائد صالح، وتدخل
وبالإعادة للهجمة الأخيرة. شوف حتى خالد الهاجري، لكن برافو حميد القلاف، كان في المكان المناسب بتغطية المناسبة من رأسية خالد الهاجري. يعني ممكن تكون بالإعادة غير واضحة بقوتها الحقيقة، لكن الكرة كانت قوية رايحة بالمرمى، لكن برافو أيضا حميد القلاف. وهذه اللقطة اللي كانت ممكن تكون فيها فرصة لمحسن الخالدي بأن يحرز هدف ثاني من خطأ أيضا حميد القلاف بالتمرير، لكن ما استفاد منه خالد الهاجري أو محسن الخالدي بالتسديد على المرمى. إذا سلامات لرائد صالح، هو في أرضية الملعب يتلقى أيضا العلاج. ولقاء ليجمع منتخب الكويت ومنتخب عمان في خليجي 23 بحضور جماهيري الحقيقة واضح بالصورة، جميل جدا. أكثر من 65 ألف متفرج يتابع هذا اللقاء ما بين الفريقين في خليجي 23. والكويت صاحب 10 ألقاب من دورات الخليج. يعني المفارقة أن منتخب الكويت إلى الدورة الرابعة لم يخسر أي مباراة، ما بين الفوز والتعادل كان هو حاصل نتائج منتخب الكويت. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني، وفي فاول لصالح منتخب الكويت، فاول لصالح منتخب الكويت. كرة اللعب علي مقصيد، ضاري سعيد، فهد الهاجري. إلى الآن منتخب الكويت بعد الجولة الأولى عنده هدف واحد عن طريق عبد الله البريتي في مرمى المنتخب السعودي، بينما في مرمى منتخب الكويت هدفين. المنتخب العماني عليه هدف من المنتخب الإماراتي، لكن الآن المنتخب العماني عنده هدف في مرمى منتخب الكويت. فاول لصالح منتخب الكويت، وبدر المطوع على التنفيذ، واللعبة أكيد راح تكون فيها فنية. أتمنى أن يأتي هدف التعادل، أتمنى أن نشوف هدف للأزرق. بدر مطوع، كرة ملعوبة وتنحط بالراس، الله! اضربت العارضة، فيصل زايد بحطها براسه. فيصل زايد، حلوة اللعبة، شوف اللعبة من فيصل زايد، حلوة كانت ممكن تكون جول، لكن اضربت العارضة والكرة لخارج الملعب. العادة حلوة، فيصل زايد بحطها كرة براسه الحقيقة، لكن ما زال الوقت موجود لإحراز هدف، والمنتخب العماني نجح بهدف عن طريق ركلة الجزاء. والفوز اليوم للفريقين مهم جدا للاستمرار في المنافسة للعبور إلى دور قبل النهائي. كرة ملعوبة في الأرض إلى فيصل زايد، رضا هاني، بناء هجمة. الاستحواذ مهم جدا الحقيقة إذا أراد منتخب الكويت أن يأتي بهدف. كرة اللعب لكن مقطوعة الكرة لصالح المنتخب العماني. سعد المخيني جهة اليمين اللي أصبحت الآن أو ما زالت هي الشاغلة. شايف جميل اليحمدي أيضا يتقدم أمام زميله سعد المخيني، يعطي أيضا قوة في الأداء. وشايف ممكن يكون في تغيير قادم، فيصل عجب، بوريس بونياك، كرة ملعوبة، الهاجري بيشيلها، رضا هاني بيكملها، فيصل عجب ممكن يكون هو البديل القادم. كرة اللعب، فهد العنيزي براسه، فيصل زايد بيحاول لكن تطول، بدر مطوع بيحاول بيشيلها، احمد بن مبارك، رائد صالح، كرة ما بين شيء، علي مقصيد بيلعبها طويلة لكن
يروح سهله لصالح دفاع المنتخب العماني محمد المسلمي. وفي لاعب في ارضيه الملعب ممكن يكون رائد صالح. سلامات رائد صالح، رائد صالح الإعادة للاحتكاك. إذن ما زال منتخب الكويت يبحث عن هدف يعادل هذا الهدف. منتخب الكويت يبحث عن هدف يعادل فيه النتيجة ويرضي هذه الجماهير الحاضرة اليوم. يعني جمهور منتخب الكويت حضر وآزر وشجع في المباراة الأولى في الافتتاح، وهذه المباراة يعني جمهور الحقيقة ما قصر في متابعة ومؤازرة منتخب الكويت، ويطمح هذا الجمهور بتحقيق المستوى والنتيجة. كرة اللعب فهد الازري والاستعداد لدخول اللاعب البديل فيصل عجب، واحد من اميز الهجوم او في خط الهجوم، من اميز اللاعبين. اتمنى ان تكون في استفاده الحقيقه لهذا النجم فيصل عجب. كره ملعوبه عبد الله البريجي في الامام الى فيصل زايد، لكن يتابعها فهد العنزي. مقطوعه الكره لصالح المنتخب العماني، مقطوعه بدر مطوع، حلوه الكره يتابعها سعد المخيني الى المسلمي، بيلعبها جهه اليسار، تنقطع الكره في نص الملعب. رضا هاني، بدر مطوع ليعطي مجهود كبير. بدر مطوع تواجد في المناطق المهمه في ملعب المنتخب العماني. رضا هاني كره مع المنتخب الكويت، بدر مطوع بيلعب كره عرضيه والمحاوله، لكن تشام من راس من سعد المخيني، ترجع مره ثانيه في نص الملعب، يتابع مقطوع الكره لصالح منتخب الكويت. سامي الصانع يحاول يلعب عرضيه، بدر مطوع بيتابعها بنحط بالراس بدر العنزي، لكن مرت بجانب القائم الايمن على يمين حارس المرمى. شايف ايضا كرة لخارج الملعب. اذا تغيير، دخول اللاعب فيصل عجب وخروج عبد الله البريتشي. اولى تغييرات بوريس بونياك، دفد عبد الله البريتشي ودخول فيصل عجب. اولى تغييرات بونياك في هذا اللقاء. من التوفيق لفيصل عجب. كرة ملعوبة طويلة لصالح المنتخب العماني، يرجع مرة ثانية، يحاول فيصل عجب ايضا يتابع من امام المسلمي، لكن بيشيلها محمد المسلمي لفيصل عجب. من التوفيق لفيصل عجب لمساندة زملائه. علي مقصيد كرة لصالح منتخب الكويت، العمق والمحاولة، لكن تشال من دفاع المنتخب العماني. يرجع مرة ثانية لصالح منتخب الكويت. هل ينجح منتخب الكويت في فتح ثغرة ممكن يستفيد منها في هجماته للمرحلة القادمة؟ كرة اللعب فيصل، لكن بعيدة عن الجميع، تروح سهلة لفايز الرشيدي حارس مرمى المنتخب العماني. فايز الرشيدي واحد عمان لا شيء الكويت. احداث الشوط الثاني، كرة اللعب بالنص، فيصل زايد الى علي مقصيد، كرة مع الى جهة اليمين، بدر مطوع بيحاول جهة اليمين، بيحاول يمر
لكن التغطية والكرة لخارج الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى. إذا بدر مطوع إلى الآن هو أبرز الهدافين عندما يقارب 12 هدف. وفي تغيير قادم، في تغيير قادم. ياسين بن خليل، ياسين بن خليل، وخروج اللاعب محسن الخالدي. تغيير أول لصالح المنتخب العماني. تغيير لصالح المنتخب العماني محسن الخالدي، ودخول هذا اللاعب الواضح بالصورة ياسين بن خليل الشيادي. ويدخل اللاعب رقم 8 ياسين بن خليل الشيادي. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني. يحاول يتقدم فهد بن سعيد للنص. سعد المخيني جهة اليمين لصالح المنتخب العماني مع ياسين بن خليل، لكن مررها إلى رائد صالح. أحمد بن مبارك والمحاولة جهة اليسار صالح المنتخب العماني. يشيلها باري سعيد في متابعة من ياسين بن خليل، لكن أقرب لها حارس مرمى منتخب الكويت حميد القلاب. يلعبها طويلة إلى فيصل عجب، يحاول لكن أيضا في تغطية من فهمي بن سعيد. ترجع لصالح منتخب الكويت. فيصل زايد نص الملعب، بدر المطوع. فيصل زايد حلوة والتو. فيصل إلى فيصل عجب. فيصل إلى فهد العنزي لصالح منتخب الكويت، وفي تحرك إيجابي تلعب بالراس، لكن مرت من فيصل عجب. حلوة اللمسات، حلوة النغلات، لكن اللمسة الأخيرة كانت بعيدة عن فيصل عجب، بعيدة عن فيصل عجب لخارج الملعب. وباقي تقريبا 14 دقيقة، مرت 76 دقيقة من أحداث المباراة، وتحرك ممكن فيها يعني أفضلية نسبيا لصالح منتخب الكويت بعد الهدف. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت مقطوعة لصالح المنتخب العماني. ياسين بن خليل البديل لصالح المنتخب العماني. أحمد بن مبارك، فهمي بن سعيد، أحمد بن مبارك. كرة تنشال، يتابع بدر المطوع. فيصل عجب يتابع، حمد المسلمي بيشيلها، تروح إلى فهد العنزي منتخب الكويت. يحاول يكمل فيها فهد العنزي، أيضا بيتابع لكن مقطوع الكرة لصالح رائد صالح. رائد صالح، لكن الكرة وفيها روح رياضية الحقيقة، فيها روح رياضية الحقيقة، وبرافو من لاعبين منتخب الكويت، لأن اللاعب رائد صالح بعد استلام الكرة شعر بإصابة، ومن ثم أيضا هي روح رياضية كبيرة الحقيقة. عدم استمرار اللعب لاعبين منتخب الكويت يدل على أن ما زالت هي صحيح أن فيها تنافسية هذه المباراة، لكن الروح الرياضية في المنافسة هي فيها أفضلية، فيها أفضلية. إذن سلامات للاعب المنتخب العماني رائد صالح، وطموح ما زال حاضر مع هذه الجماهير الحاضرة، ومن استاد جابر الدولي. والتحية لكم موصولة لكل من يتابعنا. تغيير إذن في هذه اللحظات هو التغيير الثاني
خروج اللاعب فهد العنزي ودخول اللاعب محمد سعد. تغيير ثاني هجومي لمساندة هجوم منتخب الكويت في الدقائق المتبقية تقريبا 11 دقيقة. كرة ملعوبة فيصل زايد، بدر المطوع، فيصل عجب، كرة ملعوبة في الأمام إلى ضاري سعيد، جهة اليسار بدر المطوع بيغير فيها داخل منطقة جزاء لكن تنشال. روح لصالح المنتخب العماني، علي مقصود قاطعها لصالح منتخب الكويت لكن التمريرة بعيدة يسيطر عليها سعد المخيني، يرسلها في الأمام المنتخب العماني خالد الهاجري، كرة ما فيها شيء. بن خليل بنص الملعب إلى محمد المسلمي، كرة بالنص حسين حاكم، رضا هاني لصالح منتخب الكويت. يأتي هدف في العشر دقائق المتبقية من أحداث الشوط الثاني. هل ينجح بونياك بتغييراته بدخول للمهاجمين؟ فيصل زايد بيحط له كرة، هدف الجول! الله الله، حلوة فيصل عجب، فيصل عجب يحط له كرة براسه. شوف لعبة حلوة فيصل عجب، حلوة فيصل عجب، فيصل عجب، شوف محاولة فيصل عجب، حلوة الكرة الحقيقة، تابعها من فيصل زايد لكن مرت بجانب القائم الأيمن للمنتخب العماني، كانت ممكن تكون جول. إذا شايف أيضا المنتخب العماني يجري تغيير الثاني، خروج اللاعب رائد صالح، تغيير اضطراري. كرة اللعب ضاري سعيد إلى فيصل زايد، بيحاول يمر ما بين الاثنين، فيصل زايد بيحاول الثالث واحتكاك وفي فاول لصالح منتخب الكويت، فاول لصالح منتخب الكويت، فاول في مكان خطر على مرمى المنتخب العماني وعلى لاعبين منتخب الكويت الاستفادة من هذا المكان، لأن هي فرصة لوجود هدف، فرصة لهدف الآن من كرة ثابتة. وشايف حسين حاكم وعلي مقصيد على التنفيذ، وحسين حاكم عنده أهداف كثيرة من هذا المكان. هل ينجح حسين حاكم؟ حسين حاكم بيحطها لكن ضربت الحيطة البشرية، تابع فيصل زايد بشوت لكن مرت. كان في شغب الحقيقة من جماهير بأن يكون في هدف في هذه اللحظات، لكن الكرة لخارج الملعب. أيضا تغيير ثالث خروج رضا هاني ودخول أحمد الظفيري. يبلي عدا يحاول يتابع فيصل زايد لكن أيضا مرت بعيدة عن مرمى المنتخب العماني. إذا التغييرات اكتملت لدى بوريس بونياك بعد دخول أحمد الظفيري بديلا عن رضا هاني. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني، محاولة كرة فيها خطورة لكن بيغطي، يرجع مرة ثانية لصالح المنتخب العماني، بيشيلها سامي الصانع فيصل. محمد سعد يراجع ويساند، تقطع الكرة لخارج الملعب، إذا بديل اللاعب رائد صالح، دخول اللاعب سعود الفارسي إذا هو البديل عن رائد صالح. كرة اللعب منتخب الكويت، علي مقصيد، فهد الهاجري، ودخول كامل للاعبين منتخب الكويت في ملعب المنتخب العماني. الدقائق إذن السبعة الأخيرة تفصلنا. فيصل زايد، كرة ملعوبة الجهة الثانية لكن مقطوعة لصالح المنتخب العماني اللي بيحاول يبعد الكرة
عن تركيز المنتخب الكويتي. فهد الهاجري، بدر المطوع، 1 عمان لا شيء الكويت. كرة اللعب ظفيري إلى علي مقصيد، ضاري سعيد، بدر مطوع، نغلة إلى جهة اليسار، فيصل زايد بيحاول يمر لكن التغطية من سعد المخيني اللي خارج الملعب، ظهير الأيسر أو الأيمن المنتخب العماني. ضاري سعيد، علي مقصيد، بدر المطوع، لمسة الآن منتخب الكويت لكن تنشال. سامي الصاني بيرجعها إلى ضاري سعيد، يحطها براسه، يتابع علي مقصيد، داخل منطقة الجزاء، بيحاول يمر لكن انقطع الكرة. تنشال ناحية خالد الهاجري، متابعة من ياسر بن خليل، مقطوع الكرة أحمد ظفيري إلى فيصل زايد لصالح منتخب الكويت. الظفيري إلى ضاري سعيد، فيصل زايد داخل منطقة الجزاء بيحاول يلعبها لكن تغطية أيضا حاضرة من فهمي بن سعيد، تغطية حاضرة من فهمي بن سعيد. كورنر لصالح منتخب الكويت، كورنر ملعوبة على طول إلى ضاري سعيد، بيلعبها داخل منطقة الجزاء والمحاولة تنحط بالراس لكن أقرب لها فايز الرشيدي، أقرب لها فايز الرشيدي. لعبة كانت سريعة من كورنر، في اللعبة هذه السابقة كانت في هجمة سابقة لصالح المنتخب العماني، لكن النتيجة ما زالت 1 للمنتخب العماني لا شيء. منتخب الكويت، كرة اللعب بدر مطوع في الأمام، محمد سعد، محمد سعد، كرة ومحاولة حلوة، ظفيري، علي مقصود، ممكن تكون خطرة لكن التأخير، متابعة فيصل، عجب لكن سال لحارس المرمى. هذا محمد سعد، كرة لحارس المرمى فايز الرشيدي، فايز الرشيدي، كرة ملعوبة طويلة لصالح المنتخب العماني، يتابعها حميد القلاف. تحضير هجمة جديدة لصالح منتخب الكويت. علي مقصيد، أكثر استحواذ في ال20 دقيقة الأخيرة منتخب الكويت، لكن اللمسة الأخيرة هي من تبقي منتخب الكويت في أفضلية التعادل، والمطلوب هدف التعادل. أحمد بن مبارك، ظفيري، الهاجري، فهد، ضاري سعيد، أحمد ظفيري، شايف رجوع كامل، رجوع كامل للاعبين المنتخب العماني، لأن الدقائق هي الأخيرة اللي تفصل هذا اللقاء. تقريبا 3 دقائق مرت 87 دقيقة من أحداث المباراة. أحمد ظفيري لصالح منتخب الكويت، بدر المطوع إلى فيصل زايد بيلعبها، كرة عرضية محاولة لكن بعيدة، يتابع سامي الصانع لكن تطول منه، ويتابعها أيضا لعلي مقصيد اللي بيرفعها داخل منطقة الجزاء، تنحط بالراس، بدر مطوع بين نفسه بيشوط لكرة لكن سهلة بيد حارس المرمى فايز الرشيدي. فايز الرشيدي اللي بدأ يكون أكثر حضوره في الدقائق الأخيرة، يدل على أن وصول الكرة لمرمى المنتخب العماني لكن بعيدة عن الخطورة وبعيد عن التهديد اللي ممكن يستفيد منه منتخب الكويت. أحمد الظفيري الآن الانطلاقة السريعة جهة اليسار ومع فيصل زايد، فيصل زايد إلى أحمد الظفيري يحاول يلعبها لكن يغطي أحمد بن مبارك إلى سعد المخيني اللي أصبح الآن بعيد عن الانطلاقات جهة اليمين، يتابع فهد الهاجري لصالح منتخب الكويت. سين حاكم ضاغط منتخب الكويت، ضاغط منتخب الكويت. علي مقصيد بيلعب جهة اليسار، بدر مطوع، حلوة اللعبة بالأرض داخل منطقة الجزاء، فيصل زايد
بيحاول لكن بيرجع الى الخلف الى احمد ظفيري، ممكن يلعبها كره عرضيه والمحاوله تلعب الراس لكن تنشال. ايضا دفاع المنتخب العماني يتابعها، ما زالت الكره لصالح منتخب الكويت، مقطوعه الكره احمد بن مبارك لصالح المنتخب العماني، وفي خطا لصالح منتخب العماني، انذار فعلا، كان تدخل سامي الصانع في تأخير للهجمة ومن ثم أيضا مسك اللاعب، وانذار مستحق لسامي الصانع. هي أخطاء تكتيكية الحقيقة يحاول يستفيد منها منتخب الكويت في هذه اللحظات، لأنه هو الضاغط في الدقائق تقريبا 25 الأخيرة، كان هو الأكثر استحواذ وضاغط بشكل واضح، لكن الأمور كما هي ما تغيرت. اللمسة الأخيرة يفقدها إذا منتخب الكويت. سلامات لعلي البورسعيدي. إذا ينجح المنتخب العماني في الدقيقة 12 بإحراز هدف التقدم عن طريق ركلة الجزاء نفذها أحمد بن مبارك. إذا 5 دقائق يضعها حكم المباراة سعود العذبة، 5 دقائق إذا يضع وقت بدل ضايع حكم المباراة، ودخلنا في أجواء ال5 دقائق. وسلامات أيضا شايف تغيير قادم لصالح المنتخب العماني، سعد المخيني هو من يغادر الملعب. سلامات ودخول ايضا اللاعب محمود بن مبروك المشيفري، وفرحة عمانية في مدرجات استاد جابر. محمود بن مبروك المشيفري. إذن في الوقت بدل الضايع، فاول لصالح المنتخب العماني، ملعوبة طويلة ناحية خالد الهاجري، ومعاه فهد الهاجري بيحطها براسه خالد الهاجري، لكن سال الكرة لحارس المرمى حميد القلاف. متأخر منتخب الكويت، هل يأتي هدف التعادل مطلوب أم يحافظ المنتخب العماني على هذا التقدم؟ كرة ملعوبة أحمد الظفيري، لكن الكرة لخارج الملعب. رمية تماس. هذه الجماهير اللي كانت تطمح بأن يكون أول فوز في البطولة لصالح منتخب الكويت، لكن الأمور إلى الآن 1 المنتخب العماني لا شيء منتخب الكويت. كرة اللعب، ظفيري بيحاول تنشال، يتابعها فهد الهاجري إلى علي مقصيد منتخب الكويت. علي مقصيد. إذا مستمرين في الوقت بدل ضايع اللي مرت منه الآن دقيقتين. فيصل زايد، لكن تطلع من الكرة لخارج الملعب. رمية تماس. فيصل زايد، رمية تماس. يعني حتى تشجيع جماهير المنتخب العماني أصبحت هي الحاضرة، لأن الفوز ما زال حاضر لصالح المنتخب العماني، والجماهير الكويتية ناطرة هدف الوقت بدل ضايع. كرة اللعب لصالح المنتخب العماني جهة اليسار، والكرة لخارج الملعب. رمية تماس لصالح منتخب الكويت. سامي الصانع، حسين حاكم يلعبها، حاول يتابعها فيصل زايد، محمد سعد، لكن تنشال. ياسين بن خليل شيلها ايضا حسين حاكم. علي مقصيد، الظفيري احمد، بدر مطوع بيلعبها داخل منطقة جزاء، لكن تغطية دفاعية عمانية. بدر مطوع بيحاول
بيمر بدون مطوع، ممكن عرضية تنحط بالراس، محاول الله. ضاري سعيد مرت فرصة حلوة الحقيقة لضاري سعيد. كرة ملعوبة طويلة إلى خالد الهاجري لصالح المنتخب العماني. خالد الهاجري بيلعبها بالأمام وانتو محاولة لكن مقطوع الكرة لصالح منتخب الكويت. علي مقصيد إلى فيصل زايد، صالح منتخب الكويت إلى فيصل عجب، ويشيله أيضا من أمامه دفاع المنتخب العماني لخارج الملعب. كرة اللعب أحمد الظفيري، علي مقصيد ومع ضاري سعيد. علي مقصيد مرة ثانية، علي مقصيد بيلعبها طويلة داخل منطقة الجزاء، والمحاولة لسامي الصانع لكن التغطية أيضا حضرة. منتخب عمان بيحاول يحافظ على الهدف، ومنتخب الكويت بيحاول أن يضع هدف. كرة ملعوبة بالراس، محاولة لكن تطول، يتابعها أيضا ياسين بن خليل، والكرة الطول. إذا صافرة سعود العذبة تنهي أحداث هذا اللقاء. فوز المنتخب العماني أمام منتخب الكويت بهدف مقابل لا شيء. مبروك للمنتخب العماني، هارد لك منتخب الكويت. ثاني جولات خليجي 23. إذا ينجح المنتخب العماني بكسب 3 نقاط ليصبح برصيد 4 نقاط بهذا الفوز أمام منتخب الكويت، والكويت 0 من النقاط بهذه الخسارة الثانية. إذا نذهب مشاهدينا متابعينا لاستوديو التحليلي، لكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.